بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بما ان اليومين دول موسم القمح، فيلا مع بعض نعمل كده كوباية بليلة حلوة. مبدئيا بنجيب القمح بتاعنا، بننقيه ونغسله كويس كذا غسلة، بعدين نحط عليه المية بتاعتنا ونحطه على النار يغلي كام غلوة كده، 5 دقايق مثلا غليان، تطفي عليه وتسيبيه بقى في الكلام ده طول الليل. تصبحي الصبح تلاقيه بالجمال ده، القمح بتاعك فتح، ولا بقى تقولي ياخد كام ساعة على البوتاجاز ولا اي حاجة، يا دوبك 5 دقايق بنولع عليهم يغلي ونطفي من بالليل، تصبحي الصبح تلاقيه بالجمال ده. بعبيه في اكياس، طبعا الكمية دي كبيرة، بنشيله في الفريزر، وقت ما نحب نطلعه ونحطه في اللبن المغلي يفك ويبقى جاهز معاكي. انا هنا كده ده بقى ببدأ احط عليه اللبن والسكر، بتظبطيه على حسب الرغبة، يغلي تقومي حطاله كيس الفانيليا ويتصب في الكوبايات. عايزة تحبيه يختم زي العاشورة بتحطي له معلقة نشا، انا حبيته يبقى سايل زي ما هو كده. حاجة كده سهلة وجميلة، زهقانة من الفطار هتاخدي كوباية البليلة. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.